هحكيه واللي هتسمعه معايا في الفيديو ده دلوقتي مش فيلم رعب ولا خيال، دي قصة حقيقية حصلت فعلا في استراليا لما الحب يتحول لسطور والغيرة تبقى وجبة دم. تبدأ حكايتنا في استراليا سنة 1955. بتتولد واحدة اسمها كاثرين نايت، كانت توأم لأختها جوي، وهي صغيرة كانت شكلها حلو جدا وبتحب الحيوانات جدا جدا. بس لما كبرت شوية وبقى عندها حوالي 15 سنة بتقرر ان هي تسيب المدرسة وتشتغل في المجزر مع ابوها واخواتها. كانت مبسوطة جدا لما ادوها ادوات الشغل اللي هي السكين والساطور لأول مرة في حياتها، ومن هنا تبدأ القصة تتغير تمام. من ساعتها وهي شايفة ان طول ما الساطور في ايديها محدش هيقدر يقرب منها نهائي، وبدأت بالفعل ان هي تتقمص دور الراجل في حياتها. وفي يوم من الايام راحت بنفسها تعاكس واحد شغال معاهم في المجزر اسمه ديفيد. الراجل في الاول كان خايف ومتردد ولكنه وافق مع الوقت وابتدوا ان هما يتقابلوا، وفي سنة 1954 يتجوزوا هما الاتنين وتبتدي كوارث تبتدي في حياتهم من هنا. تاني يوم الفرح بتاعهم ديفيد اتأخر شوية بره البيت وهو راجع بالليل. كاثرين جن جنونها وضربته علقة موت اول ما وصل البيت، وبعد كده دخلت المطبخ جابت الطاسة وضربته على دماغه ضربة قوية جدا لحد ما اغمى عليه، وبعدها حاولت انها تذبحه بالسكين ولكن كانوا الجيران سمعوا صوته وهو بيصوت واتدخلوا في اخر لحظة وقدروا ان هم ينقلوه في المستشفى، وهناك اكتشفوا ان هو عنده كسر في الجمجمة. بعد اللي حصل وبعد ما ديفيد طلع من المستشفى قرر انه يبعد عنها نهائي وانه يشوف واحدة تانية ويتجوزها. طبعا لما كاثرين عرفت بالموضوع جن جنونها وراحت واخده بنتها الصغيره اللي ما كانت لسه ما كملتش من العمر 5 شهور وراحت حطتها على قضبان القطر علشان تموتها. وبالصدفه راجل معدي وقت الحادثه ينقذ البنت الصغيره على اخر لحظه ويبلغ عن كاثرين ان هي حاولت تعمل كده مع بنتها، وفعلا الشرطه تقبض عليها ويدخلوها مستشفى الامراض العقليه وتخش تقعد هناك فتره مش كبيره وتطلع تاني في الاخر. وبعد كده اتعرفت على راجل تاني اسمه جون كان شغال عامل في منجم. جون كان مطلق مراته الاولانيه وكان عنده منها 3 عيال، وفي الاول كاثرين كانت كويسه جدا معاه لدرجه انه عياله حبوها جدا، ولكن طبعا للاسف الهدوء ده بيبقى الهدوء الذي يسبق العاصفه، ومع الوقت ابتدت المشاكل تظهر. وفي مره اتخانقوا جامد مع بعض فراحت كاثرين جابت الكلب بتاع جون اللي كان بيحبه جدا وراحت جايه دبحاه قدامه علشان تبين له ان هو لو زعلها تاني هتعمل فيه زي ما عملت في الكلب. طبعا الراجل اتصدم بس قبل ما يفكر في اي حاجه دخلت نفس الكلام جابت طاسه وضربته على دماغه لحد ما وقع على الارض مغمى عليه. بعد ما فاق الراجل راح على اسم الشرطه وبلغ عنها وقرر انه يبعد عنها نهائي وطلب من رجال الشرطه ان هم يبعدوها عنه وما يخلوهاش ان هي تقرب منه بعد كده نهائي. لما عرفت كاثرين بالموضوع اتجننت على الاخر لانها عرفت ان كده العلاقه بينها وبين جون هتنتهي، وجون كان متأكد انها هتعمل فيه كارثة لدرجة انه لما راح الشغل طلب من اصحابه وقال لهم ان هو لو ما جاش الشغل تاني يوم يبلغوا البوليس لان اكيد هتبقى كاثرين قتلته. فاصحابه نصحوه قالوا له ان هو ما يروحش البيت ولكنه خاف علشان لو ما كانش روح كاثرين كانت هتأذي اولاده. وبالفعل تاني يوم جون ما يرجعش الشغل والناس ابتدت انها تقلق عليه وكانت العربيه بتاعته واقفه قدام البيت. طبعا صحابه راحوا له البيت وقعدوا يخبطوا كتير جدا ولكن محدش كان بيرد، ولاحظوا اثار دماء موجوده على الشباك وموجوده على جميع الجدران اللي كانت في البيت، وبسرعه راحوا جايين مبلغين الشرطه. ولما البوليس وصل المكان اتصدم من اللي شافه، لقوا جثه جون او بالاصح اللي كان باقي من الجثه كانت متقطعه ومسلوخه بالكامل، ولقوا كاثرين نايمه في اوضه في البيت وفاقده الوعي بعد ما خدت حبوب منومه كتيره جدا. طبعا ودوها المستشفى علشان ينقذوها، والتحقيقات قالت ان كاثرين في الليله دي دخلت عليه اوضته وطعنته بالسكينه في صدره لحد ما فضل يجري منها وهو بينزل، وهي فضلت تجري وراه وفضلت تطعنه بالسكينه لحد ما طعنته اكتر من 37 طعن. وبعد لما مات واتاكدت ان هو فعلا خلاص توفى ابتدت ان هي تسلخه زي ما بتسلخ الحيوانات اللي بتذبحها في المجزر.
المحكمة، والمحققين قالوا ان جون سلخت جلده كله في قطعة واحدة، الراس والودان والشفايف والمناخير والعيون وكل حاجة في جسمه، سلخ محترف بمعنى الكلمة. بعدها علقت الجلد على باب الصالة وابتدت انها تقطع الجثة حتت صغيرة، جابت اللحم حطته في حلة كبيرة وراحت حط عليه خضار وتوابل وطماطم وجزر وطبخته بعناية جدا زيه زي اي وجبة بتطبخ. بعد ما خلصت حطت طبقين على السفرة وكل طبق قدامه ورقة باسم واحد من اولاده كأنها كانت بتقدم لهم ابوهم وهو مطبوخ. الطبق التالت كان باين ان هي اكلت منه شوية وبعد كده رمت بقيته في الجنينة. اما راسه فكانت حطاها بتغلي في حلة لوحدها. وبعد ما خلصت الطبخ راحت وصورت الجثة وكتبت على الصورة بالدم ان هي عملت كده انتقاما منه لانه اغتصب بنتها، وده طبعا اتهام ملوش اي دليل. طبعا الشرطة لما شافت المنظر ما بقوش قادرين يصدقوا ان في بني ادم ممكن يعمل كده. ولما فاقت كاثرين من الغيبوبة قالت ان هي مش فاكرة اي حاجة نهائي من اللي حصلت، واخر حاجة فاكراها ان هي رجعت البيت وتصالحوا وبعد كده مش فاكرة اي حاجة. طبعا المحكمة حكمت عليها بالسجن المؤبد مدى الحياة لان دي كانت اقصى عقوبة ممكن تتحكم على البني ادم في وقتها، ولان استراليا كانت الغت حكم الاعدام سنة 1984 ومن يوميها وهي محبوسة لحد وقتنا هذا. وقصتها بقت درس في ان الغضب والغيرة ممكن يخلوا الانسان يتحول لوحش. ولحد هنا بيكون فيديو النهاردة خلص. بشكركم جدا على المشاهدة واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.